في ناس بتبقى وسط ناس بس حاسة بوحدة، في ناس حد في حياتها بس مش حاسة بحب. في إحساس تقيل قوي اسمه الجفاف العاطفي. مش دايما الجفاف العاطفي معناه إنك وحيد، أحيانا بتبقى وإنت في علاقة، وأحيانا بيبقى وإنت بين أهلك، وأحيانا بين نفسك. طب يعني إيه يا دكتور الجفاف العاطفي؟ أول ببساطة إنك تكون محتاج كلمة، محتاج حضن، محتاج اهتمام، محتاج طبطبة ومش لاقيهم، أو لاقيهم ناقصين قوي. بتحسي قلبك ناشف، مش بتفرحي زي زمان، بتشتاقي ومش عارفة مين. طب إيه هو أسباب الجفاف العاطفي؟ بصي، هو ليه 4 أسباب. أول سبب حرمان قديم، ناس كتير كبرت من غير حضن، من غير تشجيع، من غير أنا فخورة بيك، فكبرنا واحنا عطشانين للحب. تاني سبب علاقة ما فيهاش مشاعر، ممكن تكوني متجوزة أو مرتبطة أو حتى صداقة طويلة، بس كلام قليل واهتمام ضعيف وإحساس إنك لوحدك. الوحدة وإنت مع حد أصعب من الوحدة لوحدك لأن ملهاش مبرر. تالت سبب خذلان متكرر، لما تتوجعي كتير قلبك بيقف، مش لأنه إن هو مش محتاج لكن لأنه تعب. رابع سبب إهمال نفسك، لما تسيبي نفسك وما تكافئيش نفسك وتعيشي بس عشان غيرك الجفاف بيزيد. طب يا دكتور إزاي أعرف إني محتاجة أشتغل على الجفاف العاطفي؟ في شوية علامات إنك محتاجة تشتغلي على الجفاف العاطفي. لو بتتعلقي بسرعة بأي حد وتقبلي بيه قليل وبترضي بأي اهتمام، دي مش خفة عقل، ده عطش عاطفي. طب يا دكتور أنا اكتشفت إن عندي جفاف عاطفي. في 6 خطوات هنمشيهم خطوة خطوة عشان تعرفي ازاي تتعاملي مع الجفاف العاطفي. اول خطوة اعترفي ان انت محتاجة. مفيش حاجة اسمها انا قوية ومش محتاجة حد. اي انسان بطبيعته اجتماعي وبيحب الكلمة الحلوة، كلنا محتاجين حب. اي انكار مش هيفيدك، اي انكار بيطول الوجع. تاني خطوة فرقي بين احتياج واختيار. مهم قوي ما تختاريش ناس عشان بس يحسسوكي انك مش لوحدك. اسألي نفسك أنا محتاجة حد ولا مختاراه عشان هو مناسب؟ تالت خطوة ادي لنفسك شوية حب، مش كلام تنمية بشرية فارغ. بجد اهتمي بنفسك، دلعي نفسك، اعملي حاجات بتفرحك. مش كل إشباع بيجي من بره، أحيانا بنكون محتاجين نفسنا. رابع خطوة عبري عن احتياجك. لو في حد في حياتك قولي أنا محتاجة اهتمام أكتر، الكلمة دي بتفرق معايا. قولي رأيك في كذا، اللي بيحبك هيسمع. خامس خطوة وسعي دايرة الأمان. ما تحطيش كل احتياجك على شخص واحد، صاحبة أو أخت أو نشاط أو شغل بتحبيه. التوازن بيحميكي. سادس خطوة لو الجفاف قديم استعيني بمختص. في جفاف جاي من طفولة صعبة وده محتاج دعم حقيقي، للأسف مش بس فيديوهات. الخلاصة الجفاف العاطفي مش ضعف ومش عيب ومش قلة إيمان، دي رسالة من جواكي بتقولك أنا محتاجة أتحب. ورسالة أخيرة مني ليكي، أنتي تستاهلي تحسي مش بس تعيشي، وتستاهلي حب بس مش بالتقسيط. لو حابة اكتبيلي في التعليقات امتى بتحسي بالجفاف العاطفي. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع أصحابك. سلام.